مفيش احلى من اكله بيتي مصريه اصيله تحسسنا بالدفء. النهارده هنعمل مع بعض ميكس اللحمه واللوبيا مع الرز المفلفل، بس مش باي طريقه. اقول لكم على تريكات تخلي اللحمه دايبه واللوبيا طعمها يجنن. اول حاجه هشوح اللحمه في معلقه سمنه بلدي. ليه بنشوح اللحمه؟ علشان نقفل المسام بتاعتها فنحافظ على العصاره جواها وتفضل طريه. اول ما اللحمه تاخد لون من كل الجوانب هنزل بطماطميه متقطعه وجزرايه وبصله، وبعدين البهارات الصحيحه، ورق لورا وفصوص حبهان ورشة فلفل اسود. ولو لسه ما عملتيش اشتراك اعملي دلوقتي، بفكرك بس لو انت ناسي. وعايزه اقولك مش هنحط ملح دلوقتي خالص عشان اللحمه ما تشدش وتستوي بسرعه. هحط اللوبيا في ميه على النار عشان تتسلق. في حله هنزل ببصله مفرومه واشوحها لحد ما تدبل وريحتها تطلع. مش عايزينها تغمق عشان الصلصه ما تمررش. اول ما تبقى شفافه هنزل ب3 طماطمات مبشورين. ليه مش عصير؟ عشان البشر بيدي قوام تقيل وطعم احلى بكتير مع الخضار. اول ما الصلصه تتسبك والزيت يظهر على الوش هنزل باللوبيا المسلوقه، وبعدين دلعيها بشويه شوربه. لو لسه ما عملتيش اشتراك بفكرك تاني، هيفوتك وصفات خطيره. براحتك وما تنسيش تصلي على النبي. واخيرا اللحمه استوت، طلعيها بقى في حته سمنه وشوحيها لحد ما تقرمش من بره وتبقى جوسي من جوه. شايفين الجمال؟ اللوبيا قوامها مظبوط والرز مفلفل واللحمه لونها يفتح النفس. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك، وما تنسوش فما ضاقت الا وبالاستغفار فرجت. استغفر الله العظيم واتوب اليه.